ذاك الاستاذ باش مدعوها بالمالكي. شكون هذا الاستاذ هذا؟ الاستاذ اللي مع الاستاذ الصوفي. صوفي. إلا عندنا شي حاجة بغينا نصفيوها نقعدو على إلياس المالكي. واش كان فيديو جديد نهار جديد وكلشي جديد. قبل ما نبدا الفيديو دير معكم داك لايك اللي جديد، يتابونا في لاشين، يضغط داك الجرس باش يوصلكوا واش جديد، ويدوز عند الانستغرام كنكون ديما تما. فالفيديو واخيرا بانوا الناس اللي دايرين مؤامره ضد الياس المالكي اللي داروا شكايه، وتلقي داك الانترو. وخرج واحد من دوك الناس اللي مشاو داروا الشكايه ضد الياس المالكي، خرج واعترف بكل شيء. خليكم مع الفيديو. ذاك الاستاذ باش مدعوها بالمالكي. شكون هذا الاستاذ هذا؟ الاستاذ اللي مع الاستاذ الصوفي. صوفي. طلب مني، اتصل بيا قال لك خصنا ندعوا شكايه بالمالكي. قلت له المالكي عنده شكايات مع ناس اخرين، ما يمكنش لينا حنا. وبالنسبه لي انا ما قال لي لا خصك تجيب لي فيديو. قلت له لا وانا ما تتفرجش فيه. قال لي لا علاش ما تتفرجش فيه؟ بدا يدخل معايا في شي كلام اللي حقره بحال تيحقرك بحال انا كنتفرج في المالكي. قال لي والسيد معتقل، السيد معتقل، وانا واش انا داير به الشكايه؟ انا ما دايرش به الشكايه. قلت للاستاذ، قال لي لا راه كاين واحد الجمعيه من فاس، كاينه جمعيه ما عرف شنو هو، غادي تدخلوا كذا جي باش كذا. قلت له ما ديرش اخويا الشكايه الله يرحمه دير بالاسم ديالو. دابا راه الخطير والخطير. شوف انا نضرب بكل صراحه. انا اول مره تنعرف محامي هو باغي يدير الشكايات بالناس. انت محامي كتنتظر الملف يجي عندك، الملف خصو يجي عندك وتدرسو واش توافق عليه ولا ما توافقش. اما انت وليتي داير واحد الدور ديال الجمعيات وانت محامي، حيد البدله واجي يدخل معانا. دابا بان كلشي، دابا بان كلشي وضوح الشمس. يداش ديك 20 شكايه راه من الاول ما كايناش، يداش ان صحاب الطاكسيات تنازلوا، وكاينين شي وحدين استغلوا هذا البلان هذا باش يرفعوا شكايه ضد الياس المالكي. ودوك التهم راه ما كاينينش، غير بغاو يغرقوا بالياس المالكي. وبالنسبه للناس التافهين بحال مونينيكس، فاش تشد مونينيكس بداو كيخرجوا الناس بحال واحد البنت سميتها كيما الطاوله مع سميتها، كانت هي في الاول كانت كتبان مع مونينيكس. منين شافت مونينيكس مشات تشد، اش دارت هي؟ مشات حيدات كاع التصاور ديالها والفيديوهات وداكشي كامل، حيداتو. حيتاش عارفه راسها غاديه معاه، غاديه مع الحبيب بيس. صاحبي انت ما عرفت كيفاش عايشه وما عرفت شنو كديري. انا ما كندير حتى شي حاجه، اقسم بالله ما كندير شي حاجه. تنخرج كنتعشى كندير شوبين، نقول لك كندير شي حاجه وكنرجع للدار. ما كندير حتى شي حاجه ما كنديرها. فالناس ديما كيحكموا عليك من الستيل ديالك اولا اي حاجه كديرها كيحكموا عليك. وبالنسبه للناس التافهين كاينين عاوتاني هما بزاف، لا يجب ان ما غنذكروش بالاسماء ديالهم حيتاش معروفين. وبان واحد منهم عاوتاني كيعتبر راسو الفقيه. اش كيدير هاد الفقيه هذا؟ كيلاقي دري مع بنت في وسط اللايف وكيسمي البرنامج ديالو الزواج. واش غادي يهرب لك ولا ما غاديش يهرب لك؟ واش كاين شي زواج بلا عقد الزواج، بلا دوك الوراق، بلا والو، غير لاقي فلان مع فلانه في اللايف برنامج وتسميه برنامج للزواج. شكريزي. وبعد ما تا هو مشى شاف مونينيكس تشد، تا هو خرج فيديو كيبقى يدوي. وهذا اللي كيقول لك العقوبه للفقيه. فهمتيني؟ انا انسان دير اللايف ديالي وغندير البرنامج ديالي واستمر في البرنامج وافيض عليه وغنزيد فوق منه، حيت انا البرنامج ديالي برنامج عالمي. كون اصلا هو ما كاينش في المغرب. اول حاجه هو ما كاينش في المغرب، زعما داك الفقيه اللي كيعتبر راسو فقيه ما كاينش هو في المغرب، كاين في الطليان. كون كان في المغرب ما غايقولش هاد الهضره هادي،
سمحوا لي انا ما كنتش عارف ان الشيخ غادي يوصل للحبس. برو كريزي واش لاباس؟ وبالنسبه لدوك الناس اللي كيديروا محتوى تافه راه جايه نوبتكم، غير ارتاحوا جايه نوبتكم. ودابا وصلنا للفيديو، ديروا معكم داك لايك اللي جا جديد، يتابونا في لاشين ويتغزك داك الجرس باش توصلكوا شي جديد، ودوزو دير الانستغرام راه كيكون ديما تما. وفيديو جاي نتلاقاو.